نظام التبريد في العربيات بيتكون من سائل التبريد، وده بيكون له مواصفات معينه. في ناس بتسترخص لما بتحصل مشكله في سائل التبريد، يحصل تسريب او حاجه، بيحطوا ميه عاديه. ده اللي حصل مع صاحب العربيه دي الاولاني، كان حصل عنده مشكله في نظام التبريد وحط ميه عاديه، بما خلت الدنيا فيها صدى كتير جدا من جوه. فعلشان نعالج المشكله دي لازم نستخدم سائل التبريد المناسب للعربيه. هو بس مش بيحافظ على منع الصدى، لكن درجه غليانه بتبقى اكتر من درجه غليان الميه العاديه، اكتر من درجه حراره 100 درجه مئويه، وده بيخلي الميه ما بتغليش، ما يكونش فيه ضغط جوه دايره التبريد بشكل كبير. طبعا عشان نحط الميه على اثار صدى هتعمل مشاكل، مش هتدينا الاداء الكامل. فاحنا جبنا المنظف بتاع الراديتور اللي هو راديتور كلينر بتاع ليكي مولي، ده هنشوف هنستخدمه ازاي مع بعض. ده بمنتهى البساطه بنضيفه على الميه الحاليه الموجوده، ونشغل العربيه من 10 دقائق لنص ساعه. انا هسيب العربيه شغاله هنا اهوت ساعه عشان يداوم كل المشاكل اللي جوه العربيه. بعد كده نصرف الميه ونشيك على الدوره، نحط عليها ميه عاديه ونشيك نشوف هتنزل فيها وساخه ولا لا. وبعد كده في اخر مرحله خالص هنحط الميه الخضراء ونشوف مع بعض. بعد ما بنحط المنظف بنشغل العربية شوية ونسيبها من 10 دقايق لنص ساعة. أنا هسيب العربية ساعة شغالة علشان المادة تلف كتير في العربية وتشيل أي آثار للصدى أو المشاكل اللي في دورة التبريد. ودي نتيجة لما نهمل نظام التبريد. شايفين الخرطوم من جوه عامل ازاي ومطلع حاجات عاملة ازاي. طبعا بالشكل ده، ده بعد ما استخدمنا المنظف الدنيا مليانة صدى. دي طبعا تعمل مشاكل، رغم ان صاحب العربية ما كانش بيشتكي من الحرارة، بس بالمنظر ده قريب جدا هنحتاج ان احنا يبقى في عندنا صيانة كبيرة قوي للعربية. فاحنا بقى بالطريقة دي عشان نتلافى كل المواضيع دي هنغير ترمبة المية اللي هي دي، هنجيبها جديدة، وهنغير الخرطوم ده لان هو بايش اتقطع واحنا اصلا بنفكه. الريدير هنفكه وننضفه ويمكن نغيره ونشوف مع بعض. طبعا الريديتير بالشكل ده مليان صدى، فهنبدأ ننضفه وهنعمل له حاجة اسمها تسييح. ودي قلب المكنه من ناحيه ترمبه الميه. بعد ما فكينا الترمبه طبعا هو الوضع ما كانش سيء قوي من ناحيه المكنه، وده بعد ما نضفنا بمنظف ليكي مولي كل الوساخه راحت ناحيه الراديتير. ترمبه الميه لما بتبقى شغاله بيبقى ضغط الميه اقوى حاجه في المنطقه دهيت، فيعني ما كانش فيه وساخه كتير في المنطقه اللي موجوده هنا، احنا نضفناها. وترمبه الميه برده حالتها مش سيئه، بس احنا بنفضل ان احنا نركب ترمبه جديده قلبها بيكون جديد، بيكون ما فيش فيها صدى زي اللي احنا شايفينه هنا. دي ترمبه اصليه احنا جايبينها جديده، وهنركبها باستخدام الجوان الاصلي بتاع الترمبه، ونحط طبقه رقيقه من السيليكون الاصلي الالماني علشان ده مقاوم للحراره لغايه درجه حراره 300. وبعد كده هنبدأ نقفل الريديتير ونغير الخراطيم اللي كانت بايظة هنا ونشوف مع بعض. طبعا بعد ما قفلنا كل حاجة هنحط مية عادية، مية من الحنفية عادي، بحيث ان تبقى دورة تنظيف. هنعملها مرة واثنين وثلاثة بعد ما نشغل العربية. وبعد كده هنبدأ نحط المية البريستون اللي هي دي فيها انتي فريز وكولنت. دي نوع كويس ينفع العربيات، او نجيب النوع الاصلي بتاع العربية الكيا او الهونداي ونشوف مع بعض. دي العربية طبعا ما ينفعش ان احنا نحط ميه عاديه ونسيبها في الدوره، لان يبقى احنا كده نفس اللي احنا عملناه قبل كده هيتكرر تاني، هيحصل صدى ويحصل سخونه في العربيه.
وبعد ما سيبنا الميه لمده 3 دقايق هنبدا بقى ننزل الميه اللي احنا عبيناها العاديه عشان نحط الميه الكولنت، الميه الملونه. زي ما احنا شايفين دي النتيجه بعد ما نضفنا الدنيا، الميه نازله لونها ابيض خالص، معنى كده ان دوره التبريد نظيفه جدا من جوه، مفيش فيها اي شوائب او صدى. هنبدا بعد كده نعبي الميه الخضراء ونشوف مع بعض. وبعد ما نزلنا الميه العاديه هنبدا بقى نحط ميه التبريد البريستون ونعبي وناخد الهواء بتاع دوره التبريد، وبعد كده نشغل العربيه. وبكده سيستم التبريد رجع يشتغل زي ما يكون طالع من المصنع. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. مع السلامه.